بابا هات 200 جنيه عشان نازل مع اصحابي. مفيش فلوس يلا عبيط يلا. وانت بتتكلم بالصدق كده ليه؟ ايه يا بابا انت هتديني غصب عنك مش بمزاجك. نعم يا روح امك. جاب الثقه دي كلها منين؟ لا يا بابا ما تبسطها، لو انت ما اديتنيش فلوس هقول لماما على اللي انت عملته امبارح. العب غيرها يلا. امك بتمسك تليفوني كل يوم وعارفه ان انا ما بكلمش نسوان. مين قال نسوان؟ انا جبت سيره نسوان دلوقتي؟ وبعدين يا بابا ماما لو عرفت ان انت بتكلم نسوان عادي ممكن تسامحك، لكن مش هتسامحك لو عرفت ان انت خدت كوبايه من النيش وكسرتها امبارح. ايه؟ طبعا وعارف ان الدكتور محذرك ان ماما بيجي لها حاله صرع لما بتسمع ان حد بس قرب ناحيه النيش. ما بالك بقى لما تعرف ان انت خدت الكوبايه وكسرتها كمان. وساعتها مش هنعرف بقى نخشها عنك. خلاص والنبي ما تقولهاش عشان خاطري، ما تقولهاش. خلاص هعمل لك اللي انت عايزه. عايز كده بقى انا عايز 400 جنيه مش عايز 200 انا. ماشي موافق. ومصاريفي بقى هتزيد الثلاث اضعاف. موافق برضه. وهخرج مع اصحابي وارجع الساعه 1 بالليل. لا مش كرتون في البيت ده. 1 بالليل ايه اللي ترجع فيها دي؟ طب ماشي. ماما لا مفيش رجوع قبل صلاه الفجر. خلاص اتفقنا.